ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ مش عارفه هل الطبيعي ان الواحد بينحاز لجيله، ولا فعلا احنا محظوظين بكنا اخر جيل شاف رمضان وهو في عز حلاوته. لما بتامل حالنا دلوقتي وسط المشاكل والموانع والاعذار واحيانا الحجج، بستغرب ازاي وقتها كنا بمنتهى السهوله الشهر يبتدي، العيله تتجمع، الكل كان قادر يجي من اخر الدنيا او حتى من سفر. ما كانش فيه لا شغل ولا مدارس ولا تمارين ولا مشاكل قادره ان هي تمنع حد، وما كانش لسه في حد فينا هاجر، لحد ما بتيجي اشاره من التلفزيون تفوقنا ان الحلم قرب ينتهي والايام العاديه راجعه تاني. تم البدري بدري، نسمع صوت من اخر الشقه: لا حرام عليكم، ليه لسه بدري؟ ده لسه فاضل 13 يوم، بتذيعوها من دلوقتي ليه؟ لدرجه ان انا كنت بسد وداني لما بتيجي، لان انا كنت بسح بالدموع لما بسمعها. مر الزمن وحبيت الاغنيه جدا وقدرتها، وبقت بتبكيني لسبب مختلف، بقت بتبكيني لنفس السبب اللي حبيتها وقدرتها علشانه. بقيت اقول ياه، ده احنا مصريين طيبين قوي، يعني مليارات المسلمين على مستوى العالم كلنا بنحب رمضان وبنقدسه، احنا الشعب الوحيد اللي عمل اغنية يعيط ان رمضان ماشي. طيبة المصريين باينة في كل تفاصيل الاغنية، من اول الاهات اللي بتتقال بحرقة لحد اللحن اللي بتفوح منه ريحة العياط، لكلام الاغنية اللي عظمته انسنة رمضان. احنا بنتعامل معاه باعتباره بني ادم، ضيف عزيز ماشي، يضيف وقته غالي والخطوة عزيزة، حبك حب عالي في الروح والغريزة، أيامك قليلة والشوق مش قليل، والغيبة طويلة على الصبر الجميل، لسه بدري حبة يتمنى الأحبة. لا ده مش بس كده، ده رمضان ده ضيف طيب قوي وكريم قوي، فمش هاين عليه سابنا زعلانين، بيكبر بخاطرنا وبيسيب لنا العيد هدية منه وهو ماشي، يا هالل بفرحة ومفارق بفرحة. المصري يمكن يكون الوحيد في العالم اللي بيحلف بالعيش والملح، لأنهم رمز لأغلى حاجة عنده، العشرة. والعيش والملح وعشرتنا ما تهونش علينا محبتنا. المصري ألوف عشري، بيتعلق بالأماكن والذكريات والناس حتى لو مش من دمه خالص. المصري لما كان يتنقل من محافظة لمحافظة جوه مصر يبقى مقتنع تماما انه مغترب، واهله يودعوه بالدموع ويكتب لهم جوابات ويحلف ويقول وحياة غربتي. كان طبيعي ان مريم منيب تحاول تبوظ جوازة سعاد حسني من شكري سرحان، لانه عايز يغرب بنتها ويوديها البحر الاحمر. ويقولوا لي هياخدوا بنتي ينتشوها من قلب جبل عتاقة. الصداقة كانت بتعيش لدرجة انك ممكن تلاقي صديق كاتب جواب لصديقه اللي مات من اكتر من 50 سنة. عزيزي الضيف أحمد، بسأل عنك كل ما بضحك بس ما بيجيش الرد. لما كنت بشوف مشهد الحمام في فيلم Pursuit of Happiness كنت بفتكر على طول فيلم أفواه وأرانب، لما فاتن حمامة لجأت لواحد كل علاقتها بيه انه كان جار والدها من زمان جدا وهي طفلة، وازاي الراجل كان خجلان ان هو مجرد شغلها وبيتها في بيته، كان نفسه يعمل اكتر من كده. على ايه يا بنتي احنا عملنا حاجة؟ المصري بيولف على الغريب لدرجة ان هو بينسى ان هو غريب اصلا. كلمة زي وافد غير واردة في قاموسنا، ما نعرفهاش حتى اللي مش من دمنا اصلا. اليونانيين احنا قدمنا لهم كل الحب والاحتضان لدرجة انهم بقوا بيطالبوا بالاستقلال معانا، ما هم من اهل البلد خلاص. ازيك يا مهند؟ زي الحضرة كنتين؟ الحمد لله. زي حضرتك انت يا سلام افندي، زي مراتب، زي حماتك ابو تسويق. المصري العشري الحنين ده اللي بيعيط علشان رمضان ماشي، بيواجه ظروف بتفرض عليه في اوقات كتير قسوة ما هياش جزء اصيل في شخصيته، بتقطع عروق المحبة جواه. وعلشان كده انا بحب اغنية زي اغنية تم البدر بدري، لانها بتفكرنا بالمصري الذي كان. تم البدر بدري كريمة زي الشهر اللي بتتكلم عنه بالظبط، لان كما لو كان مقصود ان شريفة فاضل بتسلم الراية لأم كلثوم واللي بتقول يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا، لأنها أصلا انها تؤنسنا بعد الوحشة وشوية الزعل اللي بيسيبهم رحيل رمضان جوانا. كل سنة والمصريين طيبين وعشريين رغم كل حاجة.